بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة والروتين الجميل جدا ده، واقول لكم بقى على الموضوع واللي حصل كله في اليوم. بحب ارحب بكل اخواتي الجداد معايا في القناة، واقول لكم انتوا شرفتوني ونورتوني. وجودكم في قناتي اقسم بالله شرف ليا. طبعا حبايب قلبي، انا مش هكبر غير بيكم. وباللايك ان شاء الله، محدش ينساني بقى في اللايك للفيديو. انا النهارده بعمل روتين كده، وفي وسط الروتين كان جوزي متفق معايا ان هو هيتغدى بره، فقمت بقى متاخر براحتي واخده، يعني بصوا بقى، مش في دماغي حاجه. قلت بقى الغدا ايه، عندنا حاجات في التلاجة هنقضي بيها ايه الغدا انا والولاد، ومش ناعيه هم بقى الغدا ولا جوزي جاي من بره ولا اي حاجه. اذ فجأة وانا بعمل الروتين ده وبصور كده، لقيته بيرن عليا وبيقول لي انا بعتلك فرخة بقى واعملي لنا غدا، وبعتلك ملوخية واعملي لنا ملوخية بقى ورز واعملي لنا فراخ وكده. يا نهار ابيض، وانا بعمل روتين ومتأخرة كمان، والعصر مقرب يأذن، والدنيا بصوا بقى كانت بايظة. بس الحمد لله على مين بقى، انا قدها وقدود، وعملت كل اللي ورايا الحمد لله وخلصت. بس خدت اليوم بقى كله علشان صاحية متأخر بقى لحد اخره كده، لحد ايه، اذان المغرب وبعد المغرب كمان. انا زي ما انتم شايفين كده بعمل بس كده ايه، برتب الشقة كده ترتيبة على الماشي، وبرجع كل حاجة مكانها علشان طبعا كل حاجة مش في مكانها. وبنفض كده اي حاجة موجود عليها اتربة بنفضها في خلال ما انا ايه، ماشية كده في الشقة. زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، طول ما انا ماشية كده معايا حاجة انفض بيها. وده الحمد لله يعني سر من اسرار نظافة شقتي على طول، ان انا كل يوم كده وانا ماشية في الشقة برتبها. اي حاجة مطربة، اي حاجة عايزة تتمسح، اي حاجة عايزة تتنضف، بعملها اول باول علشان طبعا المكان يكون نظيف على طول، ويكون جاهز الحمد لله لاي حد يدخل عليا فجأة. زي ما انتم شايفين انا بنتي بس كانت قاعده قدام التلفزيون ومشغله الكرتون، ومكمله كده معاكم في الروتين، وبرتب كده ايه الشقه. طيب ايه يعني الروتين بقى؟ انا النهارده بقى عملت الغدا وعملت رتبت الشقه، وبوريكم انا بعمل ايه كل يوم بامانه ربنا. يعني اليوم زي ما انا بعيشه بالظبط، ما شلتش منه اي حاجه، غير بس ان انا يعني الفيديوهات الطويله قصرتها علشان وقت الفيديو. زي ما انتم شايفين بطبق كده السراير وبرتبها، وماشية بقى كده في الشقة كل اللي عايز يتعمل بعمله. كان عندي طبعا شوية غسيل كمان كده في البلكونة، هلمهم دلوقتي، وهبدأ برضو ان انا اشوف الغدا بقى اللي جالي فجأة ده، واللي جاي لي في وقت كمان انا مش مستعديها له خالص. زي ما انتم شايفين كده انا رتبت برضو الأوضة كده بتاعت اللي هي يعني أوضة المعيشة بتاعتنا، وسرير ولادي وكده. زي ما انتم شايفين انا هبدأ بقى ايه، زي ما قلت لكم كده طول ما انا ماشيه انفض في اي حاجه عايزه تتنفض. فالشيش والازاز ده كده حسيت ان هما مطربين سنه، قلت ايه اديهم تنفيضه كده بالمره. فانت بقى علشان تكوني جاهزه لازم تقومي بدري، وده الخطأ الوحيد اللي انا ارتكبته النهارده، ان انا ما قمتش بدري وسمعت كلام جوزي ان هو قال يعني هيتغدى بره. بس ضحك عليا، واتاري كان عامل لي كمين، بس على مين بقى؟ اقولكوش انا محدش يقدر يحطني في كمين. الحمد لله خلصت كل حاجة قبل ما هو يجي كمان من بره، واتفاجئ ان انا عاملة روتين وبصور كمان وعملت الغدا. فالحمد لله انا قدها وقدوه. فزي ما انتوا شايفين كانوا شوية الغسيل دول مغسولين كده ومتنشرين على المنشر، وبلمهم هما كمان علشان انفض بقى البلكونة هي كمان وامسحها واكنسها وكده. وطبعا يا جماعة انا بنشر على المنشر زي ما قلت لكم في البلكونة من جوه، علشان انا قدام مني سطح كده. جيراننا يعني عندهم مواشي، وحاطين الاكل بتاع المواشي بتاعتهم على السطح قدام شقتي بالظبط، يعني تحس ان هو اصلا معايا في الشقة المنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده غير الحشرات بقى وحاجات كتير جدا. فزي ما قلت لكم بريح دماغي وباجي قافله الستاره كده وخلاص، ومليش دعوه باي حاجه تاني في العالم الخارجي. دي بصراحة كانت سجادة، دي سجادة والدتي يعني سجادة أمي، واحنا كنا هناك بقى عندها. فالعيال بهدلوها جدا، وبصوا بقى ما اقولكوش على اللي كبوا على السجادة، وحاجات كتير كده حصلت في السجادة. فقلت لها ناخدها معايا بقى شقتي اغسلها لك هناك، علشان انا ايه، مش فاضية يعني ان انا اقعد وقت تاني عندها، يعني اغسلها عندها في البيت وكده. فجبتها معايا بقى شقتي، قلت اغسلها. وقلت كده ان انا ايه هنقعها يعني الاول، فبليتها ورشيت عليها المسحوق بتاعها كده. وقلت ايه هسيبها بقى ايه تنزل تبوش يعني الاتربه اللي فيها والاتساخات اللي فيها، على ما اجهز الغدا بقى واكمل بقيه الشقه ابقى ادعكها هي ان شاء الله اخر حاجه. انا بس كده برش لها المسحوق بتاعها،
وهسيبها ملفوفة كده زي ما هي، وبعد كده ان شاء الله لما اخلص روتين الشقة ابقى اكملها. انا هنا بقى دخلت على المطبخ، كنت رتبت الشقة بس كل ده لسه ما كنستش، يعني كنست بس المطبخ كده مطرح ما نفضت السجادة بتاعته. وكان عندي برضو شوية المواعين دول كده قلت هغسلهم قبل ما ابدأ في الغدا. وفي الوقت ده كان لسه جوزي يعني ما بعتليش حاجة، يعني انا كل ده كنت لسه ايه مطمنة ان انا ما ورايش حاجة تاني. فوقيت فجأة بقى وانا بغسل المواعين لقيته بقى باعت لي الغدا وبقول لي ايه حضري لنا غدا بقى يا ست الكل. قلت له حاضر بقى عينيا. هعمل ايه يعني لازم أنا اعمل الغدا. فزي ما انتوا شايفين بدأت كده ان انا اغسل المواعين، هغسلهم بقى كده على السريع واخلص. طبعا المواعين دي يا جماعة كانت بايتة من بالليل ما غسلتهاش، والحاجة الوحيدة اللي ندمت ان انا سبتها هي المواعين. فيلا بقى كلنا كده نتشجع ومفيش واحدة فيكو تسيب مواعين على الحوض وتنام زي كده، لان دي غلطة يعني وانا ارتكبتها كده في حق مطبخي. بس الحمد لله انا كنت تعبانة والله ما كنتش قادرة ان انا اقف اغسلهم يعني بالليل وكده. فقلت اول حاجة هعملها بكرة بقى ان شاء الله اغسل المواعين وارتب الشقة، ما ورايش حاجات كتير. فالحمد لله بقى غسلتهم وبقى خلصتهم، يعني هما كمان ما كانوش كتير، وخلاص بقى كده بادية ان انا ايه اخلص بقى في الشقة. لقيت بقى الغدا جاي لي من بره، قلت بقى ايه على ما اخلص الشقة ابدأ في الغدا الاول وبعد كده اكمل. يعني وقفت كده في النص وانا بعمل الشقة لحد ما جهزت الغدا. زي ما انتوا شايفين انا نضفت الحوض بتاعي بقى كويس كده، وبغسل الفوطة بتاعة المطبخ اول باول، ما بسيبش فوط المطبخ عندي تتوسخ. اي فوطة بتتوسخ كده مني وانا في خلال اليوم بمسكها كده بالصابونة الغسيل البلدي وبدعكها حلو كده، وبمسكها بقى اشطفها ونشرها تنشف كده، ويكون عندي الفوط بتاعتي جاهزة ونضيفة على طول. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين انا بطلع لكم بالروتين علشان تشوفوا الخطوات اللي المفروض تتعمل كل يوم. طبعا الكلام ده للبنات الصغيرة اللي لسه متجوزة جديد، او البنات اللي بتتعلم، او لو حد يستفاد مني ولو جزء بسيط كده، واحدة مكسلة تقوم كده وتتشجع وتاخد حماس كده وتقوم تخلص اللي وراها. هنا بقى كان الغدا وصل، فبدأت بقى ان انا اعمل الغدا واخلصه هو كمان، وسبت كل الشقة زي ما هي. عايزة بقى اشغل المكنسة الكهرباء وادعك بقية السجادة واتغدى واعمل حاجات كتير لسه ورايا. بس طبعا واحدة واحدة كده انا كملت اليوم للاخر. يعني الحمد لله كده فضلت واقفة طول اليوم من اول الصبح، من اول ما قمت، يعني انا مش قايمة الصبح ولا حاجة، هو من بعد الظهر كده لحد ما خلصت بقى بعد اذان المغرب. انا بغسل بقى الفراخ بتاعتي كويس هنا، وبشيل منها اي بقى ريش زياده جايلي كده مكان التنظيف، وهظبطها وابدا كده ان انا ايه اخد بقى نصها على قدنا واولع عليه اشوحه كده. وفي الوقت ده كانت الملوخيه كنت اعطيها لبنتي بقى تقطفها لي، ما انا عايزه اخلص اللي ورايا وبان بقى شملوله كده قدام جوزي. فزي ما انتوا شايفين انا خلصت غسيل الفراخ بتاعتي، وهبدا ان انا اشوح منها بقى شويه نصها يعني، واعمل عليه شوربه حلوه كده عشان الملوخيه. وهعمل كمان طاجن رز معمر كده في فرن البوتاجاز برضه على السريع كده، علشان اخلص واشوف بقية الروتين يعني، وبقية اليوم لسه بقى ورايا سجادة عايزة تتغسل، وورايا مواعين تاني بقى بعد الغدا عايزة تتغسل تاني، وحاجات كتير كده ما بتخلص. فاللي حاله بقى زي حالي كده ينزل دلوقتي ويكتب لي في الكومنتات، وحطوا لي لايك، ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي علشان الفيديو يترفع وعلشان استمر معاكم كل يوم في فيديو جديد. انا هنا بقى رحت على البوتاجاز بتاعي كده وهشوح بقى نص الفرخايه الحلوه دي، وابدا ان انا اعمل بقى ايه الغدا. معايا هنا بقى ايه طماطم وبصل، ومعايا توم، هشوح بس كده البصل والتوم وانزل عليه بالفراخ. طبعا اجمل فراخ يا جماعه تتاكل بصراحه هي الفراخ اللي بتبقى متشوحه كده ومتبله كده وبعد كده تتسلق، بتبقى بصراحه طعمها يجنن، وكمان شوربتها بتكون جميله جدا. تبلت بقى هنا الفراخ بتاعتي وبحط لها بقى اللورة والحبان والحاجات بتاعتها الجميلة دي، وبعد كده بقى هسيبها ايه تغلي واجهز بقى الرز. شغلت الفرن بتاعي وبدأت ان انا اغسل الرز كده لحد ما سخن. وهنا بقى ايه حطيت هنا طاجن الرز زي ما انتوا شايفين كده، الفراخ جاهزة والرز هيجهز على بقى ايه مكنس الشقة. هسيب الرز في الفرن واروح اكنس الشقة كده، مفضلش بقى ورايا الا الملوخية يعني وهتتفور على طول. شغلت بقى المكنسة بتاعتي، انا طبعا شايلة معاكم بقى الشقة دي في الروتين اللي قبل ده على طول، شايلة الشقة ومفضاها ومسحاها ومعقماها وكل حاجة.
بس طبعا من ضمن يعني روتيناتي كده اليومية انا لازم كل يوم اشغل المكنسة، حتى لو السجاد نضيف زي ما انتوا شايفينه كده، بس بيكون عليه بعض الاتربة وبعض حاجات كده واقعة مكان الولاد وحاجات صغيرة كده مش باينة. فبشغل بقى المكنسة كده كل يوم اشفط السجاد بتاعي، وابدأ ان انا امسح بقى الاماكن الفاضية اللي مكان العتب دي، واكنس السلم بتاع اللي هو اللي بيطلع على الشقة، علشان طبعا السلم بتاعنا يا جماعة مش متبلط، يعني هو صبة كده على طول مش متبلط، فبيكون اتربة كل يوم لازم تتكنس علشان الشقة طبعا تتن نظيفة، وسجادة الصلاة ما تطربش وتبقى نظيفة باستمرار يعني. هخلص بقى الأوضة دي كمان كنيس، ومعايا كده سطل المية بحط فيه بقى شوية معطر جو كده كل يوم، لا يعني لازم الروتين ده يتعمل كل يوم حرفيا كده زي ما انتوا شايفين، شوية المية بشوية المعطر، وببدأ ان انا امسح بقى الاماكن الفاضية مكان العتب واي مكان فاضي زي ما قلت لكم في الروتين اللي قبل ده، ببدأ ان انا امسحه علشان الشقة تكون نظيفة ويكون ريحتها كويسة كده كل يوم. طبعا انا كنت مصوره كمان مقطع للحمام والحوض وانا بدعك سيراميك الحمام، بس المقطع يعني مش عارفه ايه اللي حصل فيه اتحفظ. هنا بقى كنست السلم كمان، وباخد بقى الميه ام معطر دي وارشها على السلم بعد ما بكنسه. وهنا كان يعني الشمس جامده فهتنشف بقى السلم على طول، والدنيا بقت ما شاء الله نظيفه جدا، وريحه الدنيا حلوه بقى ما اقولكوش، المعطر يعني قالب الدنيا كده ريحه. وكمان كنست بقى المطبخ وفرشته ومسحته كمان. والرز هنا كان جاهز على ما خلصت الشقة من الكنس يعني والمسح وكده. غسلت بقى الملوخية بتاعتي وخلاص بقى كده خرطتها في الكبة، وهفور بقى الملوخية وتكون كده الغدا بتاعنا جاهز. اسفة يا جماعة. الغدا بتاعنا بقى هيكون جاهز كده النهاردة، ملوخية ورز وفراخ يستاهل بقكم طبعا، اتفضلوا معانا. فزي ما انتم شايفين بقى هقلل الملوخية الحلوة دي بقى واعمل الطشة الحلوة كده علشان نروح نتغدى بقى. كانوا العيال بصراحة جاعوا بقى وما اقولكوش، كان العصر كمان اذن، فقلنا بقى نتغدى كده بالمرة وبعد كده ايه اكمل بقى اللي ورايا. نطش بقى بطشة الملوخية الجميلة بتاعتنا ونروح كده نشوف بقى ايه الغدا بتاعنا، نقعد بقى نتغدى كده على روقان، وبعد كده يعني اقوم بقى اخلص اللي ورايا. مفضلش بقى ورايا غير ان انا اغسل بقى شوية المواعين مكان الغدا وادعك السجادة. ده الغدا بتاعنا جاهز كده في اسرع وقت. وخدت بريك كده شوية لحد اذان المغرب، وقمت بقى ايه كملت السجادة بتاعتي. خلاص كده هشطفها بقى كمان مرة تنزل يعني المسحوق اللي فيها بقى والاتربة اللي فيها وكده، وبعد كده ايه همسكها بقى ايه ادعكها كمان مرة. طبعا يا جماعة السجادة دي كانت متسخة جدا، لان انا مامتي يعني ما عندهاش مكنسة كهرباء، فالسجادة بتحوش كمية تراب محترمة يعني، رغم ان هي نظيفة بس بتعمل تراب كتير جدا. والولاد كمان يعني ولادنا بقى ما بيتوصوش لما بيروحوا هناك عند جدتهم، بيظبطوا لها الدنيا، بيقوموا معاها بالواجب. فطبعا لازم ان احنا بقى ننظف مكان ولادنا. وزي ما انتم شايفين انا بدعك كده السجادة عشان عاوزة اخلصها بقى، دي كانت اخر حاجة، وكان المغرب اذن بقى عليا وخلاص كده خلصت. ودي كان الروتين بتاعنا بتاع النهاردة. يا رب يكون الروتين خفيف عليكم طبعا، وتكونوا استفدتوا منه لو بحاجة بسيطة جدا. فزي ما انتم شايفين بقى هفضل ان انا ادعك بقى ايه السجادة دي حتة حتة كده لحد ما اخليها زي الفل. وبعد كده بقى اسيبها تتصفى واكنس بقى او امسح المكان اللي فيه السجادة ده كمان عند الحمام، وانشفه كويس وافرشه. زي ما انتم شايفين بقى الفرشة الطويلة اللي كانت في ايديا دي ما شاء الله وانا بمسكها لسه كده راحت الايد بتاعتها مقطومة مني كمان، فقلت يلا بقى بالفرشة العادية الصغيرة دي وهبدأ ان انا ادعك. بصراحة بعرف ادعك بيها اكتر من الكبيرة يعني. انا خلاص هنا كنت تقريبا كده خلصت دعك السجادة وهشطفها بقى ايه، بسحب كده المية من عليها وابدأ ان انا اشطفها بقى علشان اسيبها بقى تتصفى وانشرها. طبعا دي بقى انا هاخدها لمامتي يعني او لوالدتي كده وانا ماشية بقى ايه رايحة لها المرة الجاية ان شاء الله. فمش عيب بقى حبيبة قلبي ان انت ايه تساعدي مامتك وتساعدي حماتك وتشوفي كده ايه اي حد حواليكي محتاج حاجة محتاج مساعدة تقدميها له طبعا. ربنا يديك الصحة كده ويدينا كلنا الصحة يا رب. هشطف بقى السجادة دي زي ما انتوا شايفينها كده وسبتها تتصفى،
ومسحت الدنيا ديت ونشفتها وهفرشها بقى. وده كان الروتين بتاعنا النهارده. يا رب يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو. اشوفكم على خير ومع السلامه.